السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل القطايف في البيت بالطريقه اللي انا معتمداها بقالي سنين. بجد الطريقه ناجحه جدا جدا، ومكوناتها سهله واقتصاديه ومتوفره عندنا في كل بيت. يا دوب بكوبايتين دقيق وكوبايتين ميه هنعمل الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها، من غير ما نحتاج لنشا ولا دقيق سميد ولا بيكنج باودر ولا اي مكونات اضافيه غاليه على الفاضي. يلا بينا نسمي الله ونبتدي في الوصفه بتاعتنا ونعرف المقادير وطريقه التحضير وكل التريكات اللي هتطلعها معاكي ناجحه من اول مره بالشكل ده. بس الاول يا ريت ما تنسيش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو حابه يوصلك كل جديد من وصفاتي يوميا اول باول. هنبدا اول حاجه بتجهيز شربات القطايف، وعلى فكره هو ينفع للكنافه وحلويات تانية كتير جدا زي الزلابيه. هنحتاج لكوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ميه وعصير نص ليمونه. في كسرولة فاضية هنضيف كوبايتين السكر وعليهم كوباية المية، وهنرفعهم على النار يغلوا. بعد أول غلوة هنضيف عصير نص ليمونة ونسيبهم بالظبط 7 دقايق يغلوا على النار. بعد كده هنديهم رشة فانيليا لو متوفر عندنا، وهنرفعهم ونسيبهم يبردوا على جنب. وزي ما انتوا شايفين مكونات عجينة القطايف اقتصادية وسهلة جدا واكيد متوفرة في كل بيت. هنحتاج كوبايتين من الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات ولازم يكون منخول، كوبايتين من المية الفترة، معلقة ونص صغيرة من اللبن البودرة، معلقة ونص صغيرة من الخميرة الفورية وذرة ملح، ومعلقة ونص صغيرة من السكر الابيض الناعم. دي بس المكونات، شايفين مش مستخدمين نشا ولا اي مكونات تانية اضافية. في بولة واسعة عندنا وبمضرب يدوي او ممكن في شفشق الخلاط المتوفر عندك فيهم، هنجيب كده هنضيف كل المكونات الجافة بتاعتنا وهنضيف عليهم المية تكون فترة، وهنبتدي نخفقهم كويس جدا في الخلاط. انا هنا يا جماعة ضفت كوبايتين مية ما عدا معلقة يعتبر، ولكن المعلقة دي شوية دول يعني هضيفهم برضو، يبقى كوبايتين الدقيق عليهم كوبايتين مية فترة. تمام؟ حابة تضاعفي المقادير او تقللي براحتك، المهم هنضاعف كل حاجة لو انت هتكتري الكمية. بس كوبايتين الدقيق دول زي ما انتوا شايفين عملوا معايا اللهم بارك كمية كبيرة. من وقت للتاني طبعا بننزل الدقيق اللي بيكون في الحرف بتاع الشفشق الخلاط بالشكل ده، علشان نضمن ان كل المكونات تمتزج في بعضها كويس جدا. زي ما قلت لكم لو هتعملي في بوله واسعه بمضرب يدوي مفيش مشكله، بس بعد ما تخلصي صفي المقادير كلها او كميه العجينه كلها بمصفى تكون ضيقه. بعد ما بنخلص شايفين هي دي كميه العجين اللي انا عملتها. المفروض نغطيها بستريتش راب ونسيبها في مكان دافي لحد لما حجمها يتضاعف، او نغطيها بغطا محكم. انا سبتها في شفشق الخلاط زي ما هي وقفلت عليها الغطا كويس وسبتها في مكان دافي لحد لما حجمها يتضاعف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وتعمل الفقاقيع دي. بعد تقريبا بتاخد نص ساعة او ممكن تلت ساعة ممكن اكتر، المهم تسيبيها لحد لما حجمها يتضاعف بالشكل ده. بعدين بنبتدي ننزل الخمر بتاعها. هنجيب بقى شفشق يكون ليه بوز بالشكل ده، او ممكن تستعملي البراد عادي مفيش مشكلة. هنفضي شوية كده على قد اللي هنعمله، وتعالوا بينا نشوف ازاي هنسويها على النار. في طاسة او في صينية تيفال بنبتدي ننزل بشوية شوية من العجينة بالشكل ده. طبعا الصينيه بتاعتنا لازم نكون مسحينها بالزيت كده بمنديل او حته قطنه مدهونه زيت. تمام؟ وبننزل النار بتاعتنا بتكون متوسطه، بننزل بكميه العجينه المناسبه للحجم اللي احنا عايزينه، يعني حابينها بالحجم ده تمام، حابين حجم اصغر مفيش مشكله. طبعا النار زي ما اتفقنا متوسطه من تحت. بتبتدي العجينه لو هي ناجحه معاكي هتبتدي تعمل فقاقيع اللي انت شايفاها دي وهتبدا تستوي. طيب هعرف منين ان هي استوت؟ اول ما العجينه تنشف من فوق يعني كلها تعمل فقاقيع وما يبقاش فيه اي اثار للعجينه، بتبداي ان انت ترفعيها. تمام؟ الطريقه سهله وبسيطه جدا، المكونات مظبوطه، الطريقه ناجحه جدا ومعتمداها بقالي سنين. جربوها بنفس الطريقه باذن الله تطلع ناجحه معاكم جدا جدا. طبعا هي ما بتاخدش وقت خالص على النار، يعني الشويه اللي انتوا شايفينهم دول يعني ما بياخدوش حوالي دقيقه بيكون كله مستوي. احنا بس كل اللي علينا من وقت للتاني بنلف الصينيه كده علشان يعني الحراره تتوزع على الصينيه كلها وكله يستوي مع بعضه. اول ما بتبدا تعمل الفقاقيع اللي انتوا شايفينها دي والعجينه تنشف من فوق بنبتدي نطلع يعني ايه، اول واحده احنا صبيناها بنبتدي نطلعها. طيب اللي بنطلعه بنوديه فين؟ يا اما يكون معاكي فوطين حطهم على الرخام على صينيه، بتبداي بتطلعي بتحطي تحت يعني بين الفوطين، يا اما فوطه واحده وتقسميها كده وتدخلي جواها. الخطوه دي بتخلي القطايف بتاعتك تفضل طريه. تمام؟ هشيل كل الكميه دي بنفس الطريقه وهوريكم كمان مره واحنا بنصب. اهم حاجه زي ما قلت لكم بعد كل دور تشيليه امسحي الطاسه بتاعتك بمنديل او بقطنه تكون مدهونه زيت او اي ماده دهنيه، ويفضل طبعا ان هو يكون زيت. سريعا كده حبيت اوريكم تاني طريقه التسويه علشان تعرفوا قد ايه الموضوع سهل وبسيط جدا وما فيهوش اي تعقيد وكمان ما بياخدش وقت. تمام؟ دلوقتي تعالوا بينا نبتدي نجهز الحشوه اللي هنحشي بيها القطايف وتنفع معاكي لاي نوع حلويات تاني بتركه مهمه جدا.
هنا انا معايا جوز هند مبشور ومعايا كمان زبيب وفول سوداني مجروش. تمام، هنقلبهم على بعض بالشكل ده. هنضيف ليهم 3 معالق سكر صغيرين او كمية السكر حسب ما تكوني بتفضلي. التركة المهمة اللي هتخلي الحشوة بتاعتك ما تقعش من القطايف او اي نوع حلويات بتعمليه، هي انك هتضيفي عليها معلقتين من الشربات، بس الشربات ما يكونش تقيل قوي. انا كان الشربات ده كان عندي في التلاجة، فاما لقيته تقيل كده فبالتالي ضفت له معلقة مية وخففته شوية وهضيفه للحشوة بتاعتي. بعد كده هنبتدي نقلبها ونخليها تشرب الشربات ده علشان تلزق في بعضها وما تقعش، او مثلا القطايف تفك منك في الزيت او حاجة ويطلع ويتحرق ويخلي شكل الزيت مش نظيف او كده، لا. كمان لو انت هتحشي كنافة بنفس الطريقة برضو بيكون تحفة جدا، مش هيخلي الخطوة دي يعني مش هتخلي الحشوة تقع من الكنافة. دي طبعا كمية القطايف اللي احنا عملناها، شايفين شكلها عامل ازاي، لونها من بره تحفة جدا، وكمان من جوه فيها الفقاقيع اللي شبه اللي احنا بنشتريها من بره، طرية جدا ومستوية وما شاء الله عليها. حتى هنجيب واحدة كده من النص او من اي مكان برضو بنفس الطريقة، لونها تحفة من بره وكمان ناجحة وطرية جدا جدا، بسبب ان احنا اللي بنطلعه بنحطه بين فوطين زي ما اتفقنا. تمام، تعالوا بينا بقى نحشيه ونشوف هنسويها ازاي، وكمان هنحفظها ازاي في الفريزر لأطول فترة ممكنة. طريقة جدا هي زي ما قلت لكم. بنبتدي ناخد واحدة واحدة، هنجيب بس الحاجة اللي احنا هنحط فيها اللي احنا هنحشيه، وهناخد واحدة واحدة ونحط فيها شوية من الحشوة بتاعتنا. تقدروا طبعا يعني الحشوات دي بتكون مختلفة حسب ذوقكم او حسب المتوفر عندكم. زي ما اتفقنا انا النهاردة هحشي مكسرات، فبحط شوية حوالي نص معلقة صغيرة كده من المكسرات، وتقفلي كويس جدا. اهم حاجة التقفيلة دي، طبعا هي هتقفل معاكي لانها بجد العجينة نفسها مخدومة صح وكويسة، فهتقفل معاكي. اهم حاجه انت تضغطي عليها كويس وانت بتقفليها بالشكل ده. هحشي الكميه كلها وهوريكم دلوقتي ازاي ممكن نفرزها لو احنا حابين. دي الكميه كلها بعد لما حشيتها، شايفين اهم حاجه زي ما قلنا ان هي تكون مقفوله كويس. انا لو انتم ملاحظين في زيت على النار، انا حطاه ان هو يسخن معايا لحد لما نشيل شويه كده في الفريزر. طيب بنفرزها ازاي؟ بعد ما بتحشيها بتقفليها كويس وبتشيلي شويه في كيس تلاجة او في اي كيس نظيف عندك، شويه تكون على قد افراد اسرتك او تشوفي انت بتاكلي قد ايه، تشيلي شويه بشويه بالشكل ده. هتطلعي الهواء من الكيس وهتربطيه كويس جدا وهتدخليه الفريزر. طيب لما هاجي اسويه بعد كده اعمل ايه؟ يعني ما تطلعهوش قبل التسويه بكتير، انت يا دوب تطلعي من الفريزر تفكي وتحطي في الزيت على طول، يعني ما تسيبيهاش تفك بره. تمام. هنا بقى انا بعد ما شلت كيسين في الفريزر هبتدي اطلع بقى ايه واحده واحده كده، وهبتدي ان انا احمرها في الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الزيت بتاعي مش مقدوح قوي، يكون يعني دافي كده شويه. ده الشربات اللي احنا عملناه هنفضيه في حاجه واسعه كده، هو طبعا كان بقى بارد فهفضيه كده علشان لما اطلع القطايف من الزيت احط على طول في الشربات. الزيت بتاعنا يا جماعه ما يكونش مقدوح قوي علشان ما تتحرقش اول ما تنزل. تمام، يعني تختبريه كده، اذا لقيتيه بيطشطش كده فخلاص يبقى كده هو جاهز. تنزلي بالقطايف وتقلبي من وقت للتاني لحد لما تاخد اللون الذهبي الجميل ده، تبداي تطلعي في مصفى علشان تضمني ان هي هتصفي الزيت بتاعها كويس. مقرمشه وطبعا شكلها تحفه ولونها ذهبي جميل جدا زي ما انتم شايفين. تقدروا تخلوا اللون اغمق من كده او حسب ما تكونوا بتفضلوا. اللي بيطلع على طول بنصفي من الزيت وبنحط في الشربات بالشكل ده. هنقلبهم شويه في الشربات وبعد كده بنبتدي ايه نطلع بقى ونقدم، وبألف هنا وشفا ورمضان كريم عليكم جميعا. اتمنى تجربوا الوصفه دي، بجد ناجحه جدا جدا وهتعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك، حطوا لايكات كتير علشان الفيديو يترفع وكل الناس تقدر تشوف وصفه القطايف المميزه دي. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك، هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، وما تنسوش تكتبوا كومنت جميل زيكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.